السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد صلاح. النهارده جينا لكم فيديو جديد وهنكلمكم عن سماعة سلكية من شركة انرجايزر التيميت بالظبط كده، عشان نبقى عارفين الموديل اللي احنا بنتكلم او بنعمل له مراجعة النهارده، اللي هو بيجي موديل UIC 30 بي كي، علشان تبقوا عارفين بالظبط. في البداية كده زي ما احنا قلنا ان السماعة دي بتكون سماعة سلكية. لو جينا اتكلمنا على اهم المواصفات بتاعتها، فهي بتيجي من السلك زي ما انتم شايفين كده، خامتها كويسة برضو مقبولة. وبتيجي هنا المايك زي ما شايفين، المايك هنا فيها زراير بتعلي وتوطي الصوت. وعايز اقول لك برضو ان الزراير دي شغاله فعليا مع الموبايل، تقدر تعلي وتوطي منها وتفتح المكالمات تقفل المكالمات، فهي شغاله بشكل كويس جدا مع الموبايل. في نفس الوقت هنا لو جينا بصينا على التصميم بتاع السماعات، فعايز اقول لك ان التصميم بتاعها بتيجي بتصميم ان اير. زي ما شايفين كده حجمها صغير جدا ووزنها خفيف بصراحة. يعني لما بتلبسها في ودنك ما فيش اي مشاكل، وبتكون يعني مش مزعجة بصراحة، لان وزنها خفيف وحجمها صغير جدا زي ما انتم شايفين. طبعا بيجي معاها جميع المقاسات السيليكون زي ما انتم شايفين كده، 3 مقاسات حسب المقاس المناسب ليك. طبعا انا بنصحك ان انت تختار المقاس المناسب علشان تقدر تستمتع بتجربة كويسة وتقدر تحكم على السماعات ديت. ده بخصوص الامكانيات الخارجيه والمواصفات الخارجيه. في نفس الوقت كده برضو عايز اقول لك ان السماعه دي بيجي معاها الوصله الصغيره دي. الوصله دي فايدتها ان هي بتحول اللي هو الجاك 3.5 مللي الى تايب سي، علشان تقدر تشغلها مع الموبايلات اللي ما فيهاش الجاك 3.5 وبيكون فيها التايب سي فقط، زي مثلا S22 الترا اللي معانا ده هنا بيدعم التايب سي فقط. فعشان كده هما بيبعتوا لك الوصله ديت بحيث ان انت تقدر تشغله على جميع الموبايلات اللي فيها الجاك 3.5 مللي، والموبايلات برضو اللي ما فيهاش غير التايب سي. طبعا لو جينا اتكلمنا دلوقتي على تقييمنا للسماعه ديت من حيث جوده الصوت، في البدايه كده عايز يعني اقول لكم في فرق بين نقطتين. النقطه الاولى ان احنا لو وصلنا السماعه بشكل دايركت كده على الموبايل من خلال اللي هو الجاك 3.5 مللي، والفرق التاني عن لما احنا نوصله بوصله التايب سي. طيب تجربتي لما وصلته عن طريق الجاك 3.5 مللي، فانا عايز اقول لك ان الصوت بتاعها كان قوي جدا فعليا. البيز بتاعها قوي، الصوت عالي، النقاء وجودة الصوت فوق الممتازة. فعليا انت هتستمتع لما تسمع اي ميديا من خلال السماعة ديت مع الجاك 3.5 مللي بشكل مباشر. طيب لما وصلت الوصله اللي جايه معاها اللي زي ديت بموبايل اللي هو بيدعم التايب سي فقط، للاسف جوده الصوت بقت اقل شويه. الصوت يعني نقي برضو واضح وكل حاجه مفيش اي مشاكل، لكن البيز ما كانش قوي زي لما كنت موصلها بشكل مباشر على طول على الموبايل. طبعا انا عندي وصله تانية كده من شركه سامسونج، جربتها مع السماعة. المفاجأة بقى ان كان الصوت فضل زي ما هو، فالصوت كان ممتاز جدا بنفس القوة، البيز قوي، الصوت عالي بنفس الوضوح وكل حاجة. معنى كده ان الوصلة اللي بتيجي مع السماعة للأسف فهي هي اللي قللت الصوت شوية لما وصلتها عن طريق التايب سي. طيب بخصوص المايك، ده اللي احنا هنسمعه دلوقتي وهنجرب مع بعض. هنجرب ان احنا نوصل السماعة مع الموبايل على طول بشكل مباشر عن طريق 3.5 مللي، وهنشوف الصوت هيكون عامل ازاي. وهنجرب برضو الصوت بعد ما نوصل الجاك اللي هو التايب سي مع الموبايل، ونشوف هل هيكون في فرق ولا لا بين الصوت بين الدايركت او الوصلة ديت. علشان تكون التجربة كاملة معانا، احنا دلوقتي هنجرب 3 حاجات. الاول كده احنا الصوت اللي انتوا سامعينه ده احنا موصلين السماعة بشكل مباشر بالموبايل من خلال جاك 3.5 مللي اللي هو الجاك العادي اللي احنا كلنا بنستخدمه. الصوت اللي انتوا سامعينه ده انا بتكلم بالنبرة العادية او بالصوت العادي اللي انا بتكلم بيه طبيعي. هنجرب مع بعض دلوقتي علشان تكون التجربة كاملة. هنروح ونركب الوصلة اللي جاية معاها اللي هي من شركة انرجايزر، ونشوف هيكون في فرق في الصوت ولا لا. هنبدأ نغيرها دلوقتي وهنجربها على نفس الجهاز اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. احنا دلوقتي كده زي ما شايفين احنا ركبنا الوصلة اللي جاية مع السماعة اللي هي وصلة انرجايزر. زي ما شايفين كده احنا جربنا الاول السماعة بدون وصلات، وحاليا بنجرب السماعة مع الوصلة اللي جاية مع السماعة. انت هتقدر تحكم دلوقتي. انا كنت جربتها قبل كده، لاحظت ان في وش وفي صوت زنة غريبة كده بعد ما ركبت الوصلة اللي جاية مع السماعة.
هنروح دلوقتي ونجرب الوصلة اللي عندنا اللي هي وصلة سامسونج اللي احنا هنجربها مع بعض دلوقتي ونشوفها على طول. حاليا احنا بنجرب وصلة سامسونج اللي كانت موجودة عندنا. مش عارف بصراحة هل في فرق في الصوت ولا لأ. اللي ظهر قدامي ان الصوت الى حد ما نقي، مفيش وش كبير او زنة زي اللي كانت ظهرت معانا مع الوصلة اللي بتيجي مع السماعة. واحنا كده يا جماعة احنا جربنا الثلاث حاجات في السماعة ديت. احنا جربنا المايك لما وصلنا السماعة بشكل مباشر مع الموبايل، وجربناها مع الوصلة اللي بتيجي معاها، وجربناها برضو مع الوصلة من شركة سامسونج. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اخر نقطة حابب اتكلم عنها وهو السعر. سعر السماعات ديت هنا في السعودية تقريبا 50 ريال سعودي، وسعرها في مصر تقريبا 500 جنيه مصري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتويتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.